الفيديو ده لذيذ قوي، قلت لازم اوريه لكم. ده منظر الركبه من ورا. ده رباط صليبي الخلفي، تمام. هو بيتسمى رباط صليبي خلفي او امامي على حسب مكانه في قصبة الرجل، فهو عشان ده ماسك في قصبة الرجل من ورا فده كده الرباط صليبي الخلفي. وده الغضروف الهلالي الخارجي، وده الغضروف الهلالي الداخلي اهو من ظهر الركبة. اللي ماسك بقى في الغضروف الهلالي الخارجي ومحاوط الرباط الصليبي الخارجي الخلفي ده رباطين مهمين جدا اسمهم ليجامنت اوف هامفري وليجامنت اوف رايسبرج، اللي ورا واللي قدام. اهميتهم ايه؟ اهميتهم ان هم بيثبتوا الغضروف الهلالي الخارجي في مكانه اثناء حركة الركبة، وبيساعدوا الرباط الصليبي الخلفي في وظيفته ان هو يمنع تزحزح الرجل لورا. طيب ايه اهميتهم بالنسبه لنا كدكاتره؟ ان هم لما بيبانوا لنا في الاشعه بيعملوا لنا منظر كده شبه الدبل بي سي ال ساين، يلخبطنا ان في قطع في الغضروف الهلالي الخارجي. ولكن لو يعني انت عارف ان هم ممكن يكونوا موجودين، وطبعا مع الفحص ومع التاريخ المرضي للمريض تقدر تعرف لا ان هم ده مفيش قطع في الغضروف ولا حاجه، وان هي دي منظر الاربطه في العادي بتبان لك كده. فده مش ما بيبقاش يعني مشكلة، ده هو شكل أصلا التشريح بتاعه موجود في المنظر ده. بس فيعني شوفوا بقية الفيديو، هتشوفوا بقى أثناء الحركة بيثبتوا الغضروف الهلالي ازاي.